سلام حبوباتي، واش راكم؟ مش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم روتين متنوع ان شاء الله يعجبكم البنات. بديتكم كما تشوفوا على الكسره على الصباح. درت شوي كسره مطلوع. راح نعت لكم الطريقه تاعي كيف ندير الكسره. شوفوا البنات، انا درت هنا شويه فرينه وشويه دقيق. خلط الدقيق يكون متوسط، ما يكون خشين خلا، ما يكون رقيق خلا. وزدت معاه كميه تاع فرينه كي يعود الدقيق يعني ارطب خلا، ما نديروش الفرينه، يعني نستغناو على الفرينه. زدت هنا ميز زوز مغارف تاع ماكله تاع خميره تاع الكسره. وزدت معاه شويه قول واحد 3 مغارف تاع زيت وشويه ملح بالطبع. ومن بعد سخنت الماء في الترتو، ما ديروش سخون ياسر البنات. السر باش تجيكم هشيشه وخفيفه ديروا رشه كيما درت هنا تاع كربونات وردوا لي الخبر، يعني راح تجي تعطيكم واحد الهشاشه هذاك تشوفوا في الاخير البنات. وبديت هنا نبل فيها بصباع ايديا، نبل بشويه ونشوف حتى تطرى معايا العجينه وتولي يعني ما هي يابسه خلاه، ما هي طريه، ماشي كيما الكسره معجونه ولا كسره رخساس ولا كسره يابسه، كل واحد كيفاه يقولها. لا تكون طريه شوي، انا نديرها شويه طريه، ما نديرهاش طريه خلاه البنات. احنا كل واحد وطريقه تاعو في الخبيز تاع الكسره. كاينين الناس تاع الغرب يديروها طريه خلاه، وكل واحد يعني بالطريقه تاعو. تلقانا في نفس المنطقه وكل واحد كيفاه يطيب. هنا شوفوا البنات، هذه هي الخبزات البنات. حكمت شوفوا بليتها كانت يعني شويه تتلصق في يدي، مش يابسه خلا مش طريه خلا. شوفوا يعني سهله تقرا العجين تاعها. نحاولوا ان نطروها شوي. الا كان الدقيق تاعكم يشرب خلوها طريه شويه ياسر، والا الدقيق تاعكم ما يشربش يعني ديروها متوسطه، ما ديروها طريه خلاه، ما ديروها يابسه خلاه. هاو القوام اللي عطيتهولنا. نحاولوا ان ندخل الدقيق هذاك في بعضه، نعجنها شويه وندير ساشي البنات ونغطيها بسرفيات ونخليها ترتاح مدة نصف ساعة ولا ساعة يعني على حرارة الغرفة، حرارة المطبخ كما نقولوا. غطيها بسرفيات هكا ولا بكتانة تاع الكسرة وحطيها على جهة وخليها تترنخ وتطلع. دوك تشوفوا من بعد الحجم. هنا بنات في اللوطو هذاك اللي كانت تطلع، رحت ندير الغدا تاعي. واش راح ندير غدا يا البنات؟ واش راح ندير غدا؟ راح ندير مرقه بطاطا. سمحوا لي على الحس، يعني جهه الطاقه على هذيك كاين الحس. راح ندير مرقه كما يقولوا جاردينيه ولا مرقه بطاطا مخلطه. شوفوا واش درت شوي بصل شوي ثوم. انا كما تعرفوني راني نرحي الثوم تاع نهارين 3، ومن بعد العفو البصل تاع نهارين 3، والثوم راني نرحي بالكونتيتي ونحط في الكونجيلي ونجبد بشويه. نشوفوا فراغ نزيد نجبد. هنا زدت لي زيبيس اللي عندي، كان عندي غير شويه راس الحانوت، شويه كزبر وشويه فاح. هنا زدت معاه شويه ملح وشويه زيت. بالطبع انا ما نديرش الزيت ياسر، نطعفوا من المرقه وما تجي مدمه ما تجيش ملاح. هنا شوفوا البنات، كانت عندي ما عنديش طماطم مرحيه. واش درت؟ عندي طماطم نكون يعني نقرصها العفو نكون نرحيها من قبل ونحطها في الكونجيلي. كي تعود ما عنديش طماطم نولي نرجع لها هي نجبد بشوي. هنا شوفوا البنات زدت لوحه الخردل تاعي، السناريه، البطاطا وشويه يعني عندي غير قطعه تاع اللحم برك راكم تشوفوا في الاخير. هنا شوفوا البنات الكسره تاعي راهي طلعت، هاي خليتها مرقت البرمه، قفلت الكيكوط ورجعت للكسره تاعي. هنا بديت نعجن في الكسره تاعي، نعجن ونطري البنات. لقيتها شويه زاد يبست لي بما انه الدقيق تاعي يشرب وخفت منه ما يشربش، يعني راني كي غير استعملته قلت لما يشربش يزيد من بعد تولي لي الكسره تولي لي ما نقدرش نهزها ولا حف طاجين. حكمت يعني عجنتها ماشي يعني مده كبيره، نعجن بشويه ونطري، نعجن بشويه طري حتى نشوفها تعجنت. هنا بعد ما تعجنت نديرها خبيزات صغار هكا على حسب الطاجين تاعكم. كاين اللي يحب الخبزه كبيره، كاين اللي يحب خبزه صغيره. انا دائما الكسره ندير على قدنا، مانيش عايله ياسر البنات. هذه الكسره غدتنا وعشتنا وفضلت شويه منها للفطور. هنا شوفوا البنات حطيتها هكا وغطيتها وخليتها تنشف شويه من الماء باش من بعد كي نعودو نقرصوا فيها تتقرص لينا ليه يعني ليه تقرص لينا. هنا درتهم كما تشوفوا كعبر هنا. والبنات اللي هنا اللي وصلتوا هنا ما تنسوا الجام، اهبطوا دقيقه ديروا جام وزيدوا اطلعوا كملوا الفيديو للاخير. وان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا، يعجبكم الروتين هذا. حبيت نحفز خواتاتي. عندي مده ما حطيت لكمش لظروف ما البنات ترحموا على نسيبي مات ربي يرحمه،
وربي يصبر مرته وبناته ان شاء الله، ربي يصبرهم ان شاء الله، وربي يجعله قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. هنا شوفوا البنات رجعت نكمل التقراص تاع الكسرة تاعي، حطيتها نحلها شوي، ودايما الحلال راهو معانا، ولا كيما مناطق اخرين يقولوا القناوط، ولا احنا نقولوا له الحلال. شوفوا البنات زدت قرصتها مليح، يعني تحبوا تقرصوها بيديكم، تحبوا تقرصوها بطريقه تاعي انا. هنا نزيدوا نحطوها تزيد تطلع للمره الثانيه. قرصوها يعني رقوها شوي، ما ترقوهاش خلاص خلاص خلاص، لازم تخلوا فيها واحد سنتيم. ماك تعرفوا الخياطات دايما نهضروا بالسنتيم بالمليمتر. على هذيك قلت لكم يعني خلوها شويه ميز صباع تاعكم، يعني العلو تاع صباع تاعكم، باش ما تجيكمش رقيقه وتجيكم يابسه وكامطه. يعني خلوا فيها كما تقول امي ربي يحفظها، تقول خلوا فيها شويه الروح. هنا نجيو نعدلوا الحواشي تاعنا باليد. هذا هو الكسره تاعي زي ما هتجي البنات. راني عندي مده ما درتش الخميره، بما ان الزوج دركا قال لي هيا نحتي لنا الكسره معجونه ورجعينا الكسره خميره. هاني رجعت لهم الكسره خميره، بصح كي يجي ولادي ندير لهم كسره معجونه. هنا حطيتها فوق هذم يعني الدوائر اللي مخصصين للكسرة أنا درتهم نخيطهم. وهنا زدت شوفوا والله كما يقولوا باب النجار مخلع. راني ما كفيتش الصرافت والله، لا كفيتهم. هنا بعد ما درت شوفوا رجعت نطيب فيها الكسرة تاعي. شوفوا هاي زي ما جات نقلب كيما هيك. وشوفوا الطاجين راهو كسرهولي القط تاع بنتي. قلت لها دوك نسحتو، قالت يا ماما خوتي ما تسحتيش عجل الطاجين تسحتيه. هنا شوفوا الكسرة تاعي كيفاه راني درت لها بعد ما طابت. درت لها شوي زبدة وجت خفيفة خفيفة البنات تهبل. وهذه الكسرة تاعي بعد ما طابوا شوفوا زي طابت، شوفوا زي ما جات تهبل. يعني نزيد ندير لها شوي زبدة باش تجيني طرية. وهنا جيت نقسمها نحطها في الكرباية باش نوجد الغدا تاعي. شوفوا البنات كيفاه جات، ما جات خشينة، ما جات يعني رقيقه ياسر، جات مليحه سوا جات طالعه قد. هذه هي الكسره تاع المطلوع تاعي. ان شاء الله تعجبكم البنات. اللي حب جربها على الطريقه تاعي وان شاء الله تعجبكم. هنا كنت وجدت شوي سلطه، كان طاب الجواز تاعي ولا المرقه تاعي كما نقولوا احنا مرقه جارديني. دوك تشوفوها نحطها في صحن تقديم. زدت درت معاها شوي سلطه. البنات كانوا الايامات هذو تاع اخر الاسبوع راكم تعرفوا كل شيء فض مع بعضها. هنا كنت كما قلت لكم كانت ما عنديش طماطم مرحيه وليت درت طماطم كعب، كنت رحيتها وحطيتها في الكونجيلي، جات شويه بيضاء البنات. عندي طرف اللحم ثاني درته على الطعمه، ودرت شوي معدنوس اللهم دومها نعمه وحفظها من الزوال. هذا هو كان غدايا اليوم البنات، وجدته لهليه يعني في وقفه ودرته. كان عندي قرون تاع طرشي ثاني زدت حطيتهم باش تجيهم مع البروده هذه، تليق غير مرقه سخونه وكسره سخونه، وربي يحفظها النعمه ويحفظها من الدوام. كنت هنا كملت الغدا تاعي، جات العين وقلت خلي ورا الغدا. كانت الماشينه تاعي فاسده البنات وبديت نغسل، قلت نغسل بيديا وخلاص. جبت هنا شوفوا البنات لي كوفر نحيتهم من الصالو، غسلتهم بيديا، كنت نصور لكم بيد الكاميرا بيد يعني، ونغسل بيد حتى من بعد كي كملت لكم الكاميرا حطيتها وبديت نغسل نهار الشقاء البنات. شوفوا واش غسلت قش والله العظيم يا العشوه ما قدرت نقعد يعني البنات. شوفوا واش غسلت كلش بيدي، غسلته بيدي نشرته هكا، قعدت في لاطيراس الفوق وغسلت كلش ونشرته. هذا هو كان روتين اليوم، حبيت نحفزكم باش يعني اللي راهي عيانه تدي معايا كما يقولوا جرعه تاع نشاط وتنوض لدارها. ومن بعد قلت لكم اليوم كان جات العين، حكمت زدت طابي هذا نتاع الكوزينه، زدت حكمت جبتهم البنات، كان عندهم مده مخبيتهم ما جبتهمش، تعرفوا كانت المناسبات عندي والصغروات يدوا ويجيبوا، وليت خبيتهم بما انه تغبروا شويه، وليت قلت خلي نعاود لهم الغسله مادام العين تجري. وتعرفوا نهار النشاط نهار الحيويه. راني كنت هنا بالحفاه البنات، واش نحب الماء وتزرزق كي نعود بالحفاه، خاصه كي نعود نغسل الزرابه هكا. وكان الزوج تاعي يقول لي يا اخي غسلت القش حبسي حتى نهار اخر وزيد يغسل الزرابه. قلت له لا والله غير لاني حابسه حتى نكمل نزيد نغسل الزرابه ونتهنى خطره واحده. راكم تعرفوا كي تعود العين تجري تبدا لك النشاط وك الحماس، ومن بعد تولي عليك
راك تحبوا تولي تظلي في حاله. هنا زدت عاودت لهم الطليه الثانيه كان ليكيد، درتها بالليكيد هذا البنات ما يخليش الشوبيه في الزرابه، دائما نغسل به هايل هايل تاع لايف، ليكيد تاع لايف. حبيت يعني نعطيكم يعني حاجه تغسلوا بها الزرابه تاعكم، ولا بالازيز تاع الماعن ثاني يطلعوا البنات هايلين وما تبقاش فيه مشوبه. بعد ما غسلت شافني الزوج تاعي، كملت هذوم الطابيات نشرتهم، زدت حطيت الزربيه البنات، ولا جا الزوج تاعي انا بديت نبل فيها وهو هيا، قلت له اروح عاوني كي عود غلطك اروح كمل معايا غسل معايا زربيه. قال لي لا لا، ومن بعد حاولته يا اخي جا وغسل معايا، هو يحك بالشتاء وانا نديرلو بالتيو. وهنا البنات رحت النباتات تاعي راني هملتهم، كي تقول هملتهم واللي تزيد شربتهم، ومن بعد رجعت ليه وكان يحك معايا، قلت له صبر نصورك، قال لي لواه تصوري فيا، قلت له خلي نصورك برك نكمل الفيديو تاعي نحطه في القناه. ان شاء الله البنات ما تحشمونيش في الفيديو هذا، وطلعوه طلعوا لي جيم، طلعوا لي كومنتير باش نزيد نتحفز نحط لكم فيديوهات اخرى. كان يعاون فيا البنات والله يطلعها تشعل يعني. هو نحبه غير نهار اللي يعود تجي العين يعود قاعد باش يعاونني، خاصة في سياق الدروج وكي نعود نغسل كيما هكا الزرابة ولا حاجة تلقيه نحاولوا بشوية بشوية يركح لي. هذا هو فيديو اليوم.